شكون اخترع الكورة وكيفاش بدات هاد اللعبة اللي كيعشقها العالم كامل؟ واش عمرك تسألتي شكون هو الانسان اللي فاق واحد النهار وقال يلا نلعبوا كرة القدم؟ واش هي انجلترا ولا الصين ولا شي حضارة قديمة ما عمرنا سمعنا بها؟ في هاد الفيديو غادي تعرفوا الجواب ديال هاد السؤال اللي حير الشباب، واللي غتلقى الاغلبية الشباب مازال ما عارفينش الجواب ديالو. متنساش تعمل واحد اللايك وشي تعليق زوين وبارطاجي فيديو مع صحابك، ويلا نبداو. عمرك تسألتي مع راسك شكون هو الانسان اللي فاق واحد النهار وقال يلا نلعبوا كرة القدم؟ طرا هاد السؤال غتلقى الاغلبية الشباب مازال ما عارفينش الجواب ديالو. واش هي انجلترا ولا الصين ولا شي حضارة قديمة ما عمرنا سمعنا بيها؟ والاغرب من هادشي كامل ان كرة القدم اللي كنعرفوها اليوم ما اخترعهاش شخص واحد. القصة بدات من آلاف السنين، وتبدلات اللعبة مرات ومرات حتى ولات الرياضة الأكثر شعبية في العالم كامل. ولكن فين بالضبط بدات القصة ديال كرة القدم؟ واخا تكون مفاجأة بالنسبة ليك، الجواب غادي يرجع بين الأكثر من 2000 عام. نرجعو دابا للصين القديمة. من بين أقدم الألعاب اللي كتشبه لكرة القدم في ذيك الوقت كانت لعبة صينية اسمها كوجو، هكا كتكتب، وكانت كتلعب تقريبا من أكثر من 2000 عام. وكان اللاعبون كيركلوا كرة مصنوعة من الجلد، والهدف ديالها هو التحكم فيها وإرسالها لمكان محدد. يعني ما كانتش كرة القدم الحديثة كما هي دابا حاليا، ولكن كانت فيها واحد الفكرة الأساسية اللي باقية حتى لدابا: الرجل زائد الكرة زائد المهارة. والأغرب أن هاد اللعبة ما كانتش غير للتسلية، بل كانت عندها علاقة حتى بالتدريب العسكري. حتى كيفاش شي كامل اللي صدمكم دابا مازال ما كملناش، ولكن القصة ما وقفاتش هنا. مع مرور القرون ظهرت ألعاب مختلفة بالكرة في مناطق متعددة في العالم، وما بينها أوروبا. وفي إنجلترا خصوصا كانت كاينة الألعاب شعبية كتجمع عدد كبير من الناس، وكانت القواعد ديالها مختلفة بزاف على كرة القدم اللي كنعرفوها اليوم. ما كانش ملعب منظم بحال دابا، وما كانتش قوانين واضحة بحال التسلل ولا ضربات الجزاء ولا حتى عدد محدد للاعبين. يعني تخيل مباراة كرة القدم بلا حكم وبلا فار، كيفاش غتكون؟ قولها لي في التعليقات. ولكن في القرن التاسع عشر هنا غادي توقع أهم نقطة تحول في القصة كاملة. المدارس والجامعات الإنجليزية بدأوا يحاولوا يوحدوا القواعد، حيث كل منطقة وكل مدرسة كانت كتخدم بقوانين مختلفة. وفي 1863 تأسست في لندن فوتبول أسوسياسيون، وبدأ تنظيم قوانين محددة للعبة. وهنا تقريبا بدات كرة القدم الحديثة تأخذ الشكل اللي كنعرفوها اليوم. وواحد من أهم التغييرات هو أن القواعد ولات كتفصل بين كرة القدم وبين ألعاب أخرى، وخصوصا لعبة الريكبي. ولكن عندي لك مفاجأة أخرى: إلا قلنا إنجلترا اخترعت كرة القدم فهذا الجواب ماشي صحيح 100%. إنجلترا ما اخترعتش الفكرة تلعب بالكرة من الصفر. الفكرة كانت موجودة قبلها بقرون طويلة وحتى آلاف السنين، ولكن إنجلترا لعبت دور ضخم في تأسيس القوانين الحديثة وتنظيم اللعبة اللي غادي تنتشر من بعد في العالم كامل. مع توسع النفوذ البريطاني والتجارة والسفر بدأت كرة القدم تنتشر في بلدان مختلفة في أنحاء العالم. الأندية تسات، البطولات ظهرات، والقوانين ولات أكثر تنظيما. وفي سنة 1904 تأسست الفيفا، الهيئة العالمية اللي غادي تولي من أهم المؤسسات في تاريخ كرة القدم. وبعد سنوات وصلنا لأكبر مسابقة في العالم اللي هي كأس العالم. أول نسخة كانت سنة 1930 في الأوروغواي، ومن ثم كرة القدم ما بقاش غير لعبة، ولا ثقافة شغف وهوية بالنسبة لملايين ديال الناس.
واليوم ملي كتشوف ملايين الناس كيتجمعوا باش يتفرجوا في مباراة لمدة ديالها 90 دقيقة، وملي كتسمع صوت الجمهور في الملعب، وملي لاعب كيسجل هدف في آخر ثانية، خاصك تعرف أن هاد اللحظة عندها قصة عمرها آلاف السنين، من لعبة قديمة في الصين لألعاب شعبية في أوروبا، ثم تنظيم القوانين في إنجلترا، حتى ولات كرة القدم اليوم أكثر من مجرد رياضة. ولكن السؤال الحقيقي هو واش كرة القدم غادي تبقى بنفس الشكل اللي كنعرفوها اليوم؟ مع التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والفار، يمكن بعد 100 عام الناس غادي يتفرجوا في الفيديو ديالنا ويقولوا شوف كيفاش كانت كرة القدم في 2026. إلا عجبك الفيديو ما نساش اللايك والاشتراك، وخلي لي في التعليقات شنو هي أول مباراة كرة القدم تتفكر أنك شفتيها. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.